بس عايز اتكلم في نقطه احمد علاء. انا زعلان من احمد علاء جدا جدا جدا. احنا لسه بنبدا الدوري، ما ينفعش ان هو يخلص الماتش. سيبنا نكمل بعد كده. ايوه ليه هو بيسالك ليه زعلان؟ انا لسه لحقت اتكلم. طب ما تقول هو ليه زعلان؟ انا بتكلم على احمد علاء. ماشي في الماتش بشكل كويس جدا جدا. الراجل ما اتشتمش من الجمهور. الجمهور ما استفزوش. لعيبه نادي الزمالك ما حدش استفزه. الجهاز الفني ما حدش استفزه. فانت اذا لما تيجي تروح تعمل شعار النادي الاهلي، انت بتحترم النادي الاهلي، ده مفيش مشكله خالص. خالد قمر ما عملش شعار الزمالك قبل كده؟ لو انت خالد قمر لما كان موجود في ماتش النادي الاهلي جمال غلط في طلائع الجيش غلط برضه الحلقه اللي فاتت قلت لك طبعا مشكلتي. بص يا كابتن ميدو، معلش على فكره كابتن ميدو، بس على فكره اقول لك حاجه. بص يا كابتن ميدو، هي الغلط بتاعها مش غلط ان انت بتلعب في نادي، لا ان انت مش بتحترم ناديك. دي بالنسبه لي بس اولا عشان انت بتحترمش، انما هو ان هو يعمل الزمالك تفرق. بس الجمهور الثاني، فده ما ينفعش. انا بالنسبه لي الغلط فيها ان هو عدم احترام للمقاولين. انت شايل شعار نادي. برافو عليك يا كابتن. كمان بس ليه ما انا يعني بالنسبه لي غير جوده في ايه؟ انا لما بقول في غلط يبقى جوده حاف كده. الراجل ده اكبر. لا مش بقول لا لك انا لما بيبقى في غلط بقول في غلط. طبعا انا طبعا يعني هو لما انت قلت على موضوع الماتش اللي فات ان انت ما برستش، طب ما هو بيراميدز جمهور النادي الاهلي مسك عبد الله السعيد ورمضان صبحي كانوا بيشتموهم طول الماتش. هل انت جيت برستها؟ انت مين اللي برزها؟ ما انت يا كابتن الماتش اللي فات جمهور انت يا كابتن. هو ساعه موضوع حسين الشحات يا كابتن عمل مشكله كبيره. وازاي ومش ازاي شفت الخناقه بين الجهازين الفنيين الماتش اللي فات؟ ده انت ما جبتش مش سيرتها، ده انت اكنك ما شفتهاش. احنا دورنا ان احنا نتكلم في الشيء الايجابي. ابرز حاجه غلط امال حسين الشحات اللي عمله وانت بس عمال تقول لي في الفصل انا عايز اتكلم في الكوره وبتاع بقى كده قايل لي احمد علاء. لا يا كابتن، ما هو ده يا كابتن. برافو يا احمد علاء، الحركه دي هتوديك المنتخب. انت هتروح المنتخب. كابتن ميدو كلامك خلاص يا عم. كابتن سبب من الاسباب. لا كلامك متناقض. كلامك متناقض. متناقض. هو موضوع حسين الشحات كان ايجابي. انت بتقول دورنا نبرز حسين الشحات لما اتكلمنا فيه انا وانت كانت المشكله في وقتها ان حسين الشحات ضرب الراجل بالقفا. ده ايجابي بتبرزه هو بس يا ابني ضرب الراجل بالقفا، مش هنتكلم فيه. هو بس عارف ضرب واحد بقفا. استنى يا دودار. هو بس موضوع احمد علاء بس في حاجه، هو برضه بيحرج. انت مشكلتك ان انت بتدافع عن حسين الشحات. كمان بيحرج اخوه. والله انت مشكلتك بيحرج اخوه يعني. طبعا في شباب صغيره ممكن يجيبوا محمود في القصه. محمود اهو طالع بيقول انت فوق دماغ اي حد. طب وده غلط. ده يعني بيحرج اخوه اللي هو راجع لسه. هو ده اللي بتكلم فيه. ما ولا ليها اي لازمه. انا راجل بقول كان غلط. عبد الله جمعه برضه ما احرجش صالح جمعه. ما نفس الكلام. امتى؟ غلط برضه. امتى؟ والله انا عمري ده كان على فكره في الامارات ولا كان فين؟ انا برضه اي حد بيستفز الجمهور سواء من النادي الاهلي او من نادي الزمالك او من اي نادي تاني غلط وخطر ولازم يعاقب. ممكن اقول لك كلام واضح ممكن اقول لك على حاجه. لا بس كابتن ميدو جاب النقطه بالظبط. انت شايل شعار نادي محترم. وبعدين المقاولين هيسيبوا، وبعدين شوقي غريب هيسيبوا، وبعدين هيعاقبوا. اقول لك على حاجه على فكره. لو انت واقف على رجليك في الملعب وجامد في الملعب عمرك ما تعمل كده. فاكر يا كابتن على ما اتذكر احمد سيد غريب لو تفتكروا مراحل الاتحاد وطلع في احد البرامج وبكى ان هو مشي من النادي الاهلي. نادي الاتحاد قال له انت بتلعب في نادي كبير واستغنى عنه.